السلام عليكم ورحمة الله حبايب قلبي، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال. يا رب ابطال ثالثه ثانوي الرحله خلاص قربت تخلص، وانا مش هطول عليك في الفيديو ده هعلمك ازاي تتعامل مع سؤال الكومبريهنشن، سؤال القطع اللي عامل لك وجع قلب ووجع دماغ كتير جدا. هحاول ان انا اديك المفاتيح بتاعت الحل بتاعت الكومبريهنشن، مفاتيح تقدر تساعدك انك تفهم اسئله الكومبريهنشن او تقدر تعرف هو بيسالك على انهي نقطه بالظبط. بص كده معايا، هتلاقي الملف ده في اول كومنت تحت. بص يا باشا، عندك هنا الاسئله اللي هتجيلك على الكومبريهنشن ليها 5 انواع. اول نوع منهم هو النوع اللي اسمه lateral. يعني ايه lateral؟ هو السؤال النص، يعني انت اللي هو ايه، هتلاقي السؤال في كلمه هتلاقي الاجابه بالنص فوق، او الدايركت اللي هو سؤال مباشر، او الفاكتور كويستشنز او الاسئله عن الحقائق. من الاخر الاسئله المباشره اللي هتلاقيها زي ما هي بالظبط في الفقره بتاعت حضرتك. يعني بص كده على سبيل المثال، what is the main reason for؟ يعني ايه what is the main reason for؟ يعني ما السبب الرئيسي دي. يعني مثلا هنفترض ان هو بيديك فقره او قطعه عن مثلا واحد سب صاحبه، او واحد بعد عن صاحبه واتخانق معاه علشان صاحبه اتكلم عليه من ورا ظهره. فلما يجي يقول لك وات از ذا مين ريزون، ما السبب الرئيسي لان هما الاثنين بعدوا عن بعض، طبعا انت هتبقى بقى بتقرا الفقره وبتطلع منها ان هم سابوا بعض عشان واحد كان بيتكلم عن التاني في ظهره. تمام، يبقى هو بيسالك عن ما السبب الرئيسي. ده سؤال مباشر هتلاقيه دايركت في وشك كده. او what was seen at، ما الذي شوهد فيه. يعني لو جه قال لك مثلا والله هم اتخانقوا مع بعض وهم في حوش المدرسه، يبقى ماذا شوهد في حوش المدرسه؟ اكيد الخناقه بتاعتهم. تمام، يبقى ده برضه تلاقيه سؤال ايه، دايركت، سؤال مباشر ما فيهوش ولا لف ولا دوران. write down one word which shows، اكتب كلمه واحده بس بتوضح كذا. يعني ايه بقى؟ يعني هو مثلا يجي يقول لك عرفت منين في الفقره ان هم زعيم من بعض، او ايه الكلمه اللي عرفتك ان هم زعيم من بعض. مثلا تقول كلمه فايت، او تختار كلمه فايت يعني خناقه، هي دي الكلمه اللي وضحت لك ان هم اتخانقوا مع بعض او زعلوا من بعض. write down an expression which shows، اكتب او اختار expression، اختار تعبير يوضح ايه. نفس الكلام لو جيت قلت لك مثلا ايه الجمله اللي بتعبر ان هم زعلوا من بعض او اتخانقوا مع بعض، هتدور برضو على الكلمه اللي فيها ايه، كلمه fight. What did the hero أو the heroine do before the نقط؟ إيه اللي عمله البطل أو البطلة؟ بطل وبطلة إيه؟ اللي هو الشخص يعني مش لازم يجيب لك هيرو، ممكن يجيب لك أحمد، ممكن يجيب لك يوسف، أي شخص هنا عامة يعني. تمام؟ إيه اللي عمله أحمد قبل كذا؟ يبقى أنت هتدور تشوف أحمد عمل إيه في الفقرة وتدور على الحاجة اللي قبلها. تمام؟ لو جيت قلت لك list two ways to، اختار طريقتين او اختار طريقه لفعل كذا، يبقى انت برضو هتدور على طريقه فعل كذا في الفقره وتروح تختارها. السؤال هيجي لك مباشر، ما فيهوش اي فكره، ما فيهوش اي فن تماما. طيب give examples، اديني امثله، برضو هتجيب امثله. دي للامانه ممكن يبقى فيها حاجات شويه يعني ايه مش مباشره، بمعنى ممكن يقول لك اديني مثال لاخ غدر باخوه، او اديني مثال لصاحب غدر بصاحبه، ويقول لك بقى اختيارات. واحد لعب كرة مع صاحبه، هل ده يعتبر غدر؟ لا. طب واحد شتم صاحبه من وراه، ده يعتبر غدر. تمام، يبقى انت بتدور بقى على حاجات. طيب اسئله الاستنتاج بقى، لو انت قلت لك بريدكت كذا، لو انت توقع ايه اللي هيحصل. مثلا لو جيت فقره عن التكنولوجي او الذكاء الاصطناعي الاي اي، تمام، وجه قال لك توقع ايه اللي الاي اي ممكن يعمله السنين اللي جايه، دي انت مش لازم تلاقيها في الفقره زي ما هي، وانت اصلا بنسبه 90% مش هتلاقيها في الفقره زي ما هي. تمام، اما تعمل ايه؟ بتحاول بقى تستنتج من الفقره بناء على المعلومات اللي انت قريتها فوق ايه اللي ممكن نختاره. يعني مثلا لو جه قال لك زي ما قلت لك كده predict what will the AI can او be able to do in the next 10 years، ايه هيبقى قادر يعمله الاي اي خلال السنين اللي جايه او العشر سنين اللي جايه. ويقول لك مثلا الاختيارات، هل هيقدر يعمل ايديت للصور؟ طب ما هو اصلا بيعمل ايديت للصور من دلوقتي. طيب يبقى دي غلط طبعا. طب هل يقدر ان هو يلخص لك محاضره؟ طب ما هو بيعمل كده دلوقتي. انت اصلا لو بصيت تحت الفيديو كده هتلاقي علامه جيميناي وملخص لك اللي انا بقوله ده كله. تمام، هل يقدر ان مثلا
هل يقدر ان هو يساعدك في اختيار مطعم للعشاء مثلا؟ طب ما ده بيقدر يفهمها برضه دلوقتي، كل دي اجابات غلط. طب اخر اختيار مثلا، هل يقدر يوريك او بلاش يسفرك الفضاء مثلا؟ هي حاجه مش واقعيه بس محدش عارف، ما يمكن في يوم من الايام. هل يقدر يشممك ريحه عن طريق الموبايل، يطلع لك من الموبايل مثلا ريحه همبرجر عشان تشبع؟ لا، تمام. فدي ممكن حاجه مستقبليه ممكن تحصل، ممكن ما تحصلش، هي حاجه مش منطقيه بس وارد ان هي تحصل. ما هو في حاجات كتير قوي زمان ما كانتش منطقيه ودلوقتي بتحصل. بريدكت ده سؤال ايه؟ استنتاجي، زي بالظبط اكسبلين، اشرح او شو، وضح. اكسبلين او شو، وضح. يقولك وضح لي اهميه الاي اي. طبعا بقى تختار حاجه بتتناسب مع الفقره، بتتناسب مع الاستنتاج اللي قائم عليه الفقره. منشن منشن دي بابا يعني اذكر مهام للذكاء الاصطناعي، وضح مهام الذكاء الاصطناعي. دي غالبا انت ممكن تلاقيها في الفقره عادي، دي ممكن تلاقيها في الفقره عادي. او نيم او ستيت. لو انت لقيت كلمه نيم ما تقولش نيم يعني اسم، نيم معناها اذكر، ومنشن معناها اذكر، وستيت معناها برضو ايه؟ اذكر. تمام. طيب انفير يعني ايه؟ انفير يا بابا يعني برضو استنتج. لو جيت قلت لك زي من شويه استنتج كده او infer what will the AI be able to do، ايه اللي ال AI ممكن يعمله في المستقبل، يبقى ده برضو معناها استنتج. deduce برضو معناها استنتج. discuss، ودiscuss ده بتبقى وجهة نظر. ليه؟ لان معناها ناقش. لو جيت قلت لك discuss، ناقش ايه وجهة نظرك في اللي ممكن يعمله الاي اي، زي مثلا على الفقره اللي احنا عاملين نتكلم عليها دي، يبقى انت برضو بقول لك ايه؟ استنتج هو يقدر يعمل ايه. it is inferred the text that، من المستنتج في النص ان، يعني برضو استنتج. what can be inferred او deduced يعني برضو استنتج. what is implied suggested او indicated by يعني ما الذي يوحي به، يعني برضو بيقول لك رايك. تمام. يبقى كل الحاجات دي اسئله بتعبر عن الاستنتاج والاستدلال. طيب هل في نوعيه اسئله ثانيه غير دي؟ طبعا في اسئله الفكره الرئيسيه بقى، ودي تبقى فيها لعبانيات شويه. بص كده، what is the main idea أو what is the central idea. main idea يعني الفكرة الرئيسية. طب central idea برضو يعني الفكرة اللي هي بابا الرئيسية. يعني في الحالتين بيقول لك ما هي الفكرة الرئيسية للفقرة. طب انت بتختار بناء على ايه الفكرة الرئيسية للقطعة يا بابا؟ بص يا باشا، هفترض مثلا جات لك فقرة او جات لك comprehension فيها 3 فقرات. فيها كم فقرة؟ 3 فقرات. فيها 4 فقرات. فيها 4 فقرات. أول فقرة بقول لك الرياضة تنشط الجسم وتساعد على تحسين النفسية. تاني فقرة بقول لك إن الفولي بول رياضة رائعة جدا. تالت فقرة بقول لك إن الفوتبول هي أشهر رياضة وأكثر رياضة جماهيرية في العالم. وآخر فقرة بقول لك إن محمد صلاح هو الرول موديل بتاع كل المصريين وبتاع كل الافريكانز. تمام. ان هو اللي يعني فاهمين المثال او القدوه لكل المصريين وكل تمام. ايه بقى الفكره الرئيسيه في كل ده؟ يديك اختيارات. الفولي بول رياضه حلوه، ولا الفوتبول رياضه مهمه، ولا محمد صلاح لاعب عظيم، ولا سبورتس. طبعا لو انت بني ادم سطحي هتختار يا اما الفولي بول يا اما الفوتبول، وبنسبه 90% هتختار محمد صلاح، والتلاته غلط. ليه؟ لان هو بيقول لك الفكره الرئيسيه. يعني ايه رئيسيه؟ يعني على الموضوع كله. يعني ايه رئيسيه بابا؟ يعني على الموضوع ايه كله، مش على فقره واحده. الفقره الاولى اتكلمت عن الرياضه، الثانيه عن الفولي بول، والثالثه عن الفوتبول، والاخيره عن محمد صلاح. يبقى ايه الحاجه الوحيده اللي تشمل الاربع فقرات كلها؟ الرياضه. الفوتبول ليها فقره واحده، الفولي بول ليها فقره واحده، محمد صلاح ليه فقره واحده. ايه المشترك بين كل دول؟ السبورتس. تمام. يبقى انا هنا بدور على الفكره الرئيسيه، الحاجه المشتركه بين الفقرات كلها. تمام. يبقى السنترال ايديا او المين ايديا مش بتدور على فقره معينه لسطرين، لا انت بتدور على حاجه مشتركه تمشي على القطعه كلها، تمشي على الفقره كلها. طيب
What is this passage about؟ نفس السؤال، هي الفقرة دي بتتكلم عن ايه؟ يعني برضو الفكرة الرئيسية. What is the core أو the essence of this passage؟ نفس القصة، بيقول لك ما هو هدف القطعة دي أو يعني الجوهر بتاع هذه القطعة. The main idea الفكرة الرئيسية أو the central idea الفكرة المركزية، يعني برضو عايز الفكرة الرئيسية. The passage is mainly about. كل الأسئلة دي ممكن تجي لك وهو يعتبر نفس السؤال اللي هو ايه؟ الفكرة الرئيسية. انت ممكن تبقى متعود على شكل معين اللي هو مثلا what is the main idea، لكن لو جات لك this passage is mainly about ايه تتنح يعني ايه السؤال ده. لا، هم كل دول نفس الحاجة، كل دول بيسألوك عن الفكرة الرئيسية. طيب the core أو essence أو thrust of this passage نفس القصة، كل ده معناهم الفكرة الرئيسية. In this passage the writer talks about ايه؟ ما هي نفس الحاجة، لو جيتوا لك في الفقرة دي الكاتب بيتكلم عن ايه؟ يعني عايز الفكرة الرئيسية. اوكي طيب what is the main idea of the first أو second part؟ هنا بقى الكلام يختلف ويحلو تماما. هنا الكلام يختلف ويحلو تماما. ليه بقى؟ لأن هو هنا محدد لك الفكرة الرئيسية للفيرست باراجراف أو للسكند باراجراف. يعني إيه؟ يعني الفكرة الرئيسية للفقرة الأولى اللي هي كانت عن الرياضة، أو الفقرة الثانية اللي هي كانت عن الفولي بول، تمام؟ لو الفقرة الثالثة اللي هي كانت عن الفوتبول، لو الفقرة الرابعة اللي هي كانت عن محمد صلاح، تمام؟ يبقى لو هو محدد لك فقرة معينة وعايز فكرتها يبقى دي ساعتها حدد الفقرة المعينة. أما لو قال لك الموضوع في العموم، لا، يبقى اتكلم عن حاجة مشتركة في العموم. What is the primary purpose of this passage؟ أهي بص، what is the primary purpose of this passage معناها ما الهدف الرئيسي، يعني ما الفكرة الرئيسية. أوكي. What would a suitable title for the passage؟ إيه ممكن يبقى عنوان للفقرة؟ ما هو يعني عايز الفكرة الرئيسية. The best title أفضل عنوان، يبقى عايز الفكرة الرئيسية. طب يا مستر هو أفضل عنوان الفقرة اللي إحنا كنا بنتكلم عليها بتاعت الرياضة والفوتبول والفولي بول دي إيه؟ أنت قول لي أفضل عنوان الفولي بول ولا الفوتبول ولا صلاح ولا السبورتس؟ السبورتس، لأن أنا بقول لك عايز حاجة تشمل الفقرة كلها. Which of the following can summarize the middle part؟ بص بقى، بص middle part. middle part. الجزء اللي في النص، الحتة اللي في النص. يبقى هو كده بيسألك عن الفقرة كلها وبيسألك عن الفقرة اللي في النص بس، اللي في النص بس. اوكي؟ يبقى انت لازم تاخد بالك هو بيسألك على ايه. طيب throughout the passage وفقا للفقرة او story زي ايه؟ يجي يقول لك مثلا من خلال القطعة ومن خلال الفقرة ايه الفكرة الرئيسية؟ Which statement summarize paragraph 2-3 of this passage؟ نفس يقول لك ايه اللي بيلخص الفقرة الثانية او اللي بيلخص الفقرة الثالثة. يبقى انا ساعتها لما يقول لي حاجة زي كده اروح ادور على الفقرة كلها ولا على الفقرة اللي هو قصده عليها بس؟ الفقرة اللي هو قصده عليها بس. The sentence that summarize the last paragraph is الجملة اللي بتلخص اخر فقرة last paragraph، يبقى الأخيرة، يبقى دور على اخر فقرة. We can infer from the text that نقدر نستنتج من الفقرة in not. We can learn from the story نتعلم من القصة. يبقى هو هنا بيسألك عن درس مستفاد. طب الدرس المستفاد ده بيبقى من حتة واحدة ولا من القطعة كلها؟ القطعة كلها. بيبقى من الكرة بس ولا صلاح بس ولا الفولي بول بس ولا الفقرة كلها؟ الفقرة كلها. طيب through reading the passage we can infer أو say that من خلال قراءتنا للفقرة نقدر ان احنا نستنتج او نقول ان، ويسألك بقى اي سؤال عليها. طيب اسئلة علاقة بقى بالمؤلف او الطابع العام. يعني ايه المؤلف؟ يعني بالكاتب. يعني من الاخر لو انا مثلا بص بقى مثال رابع، احنا دلوقتي اتكلمنا عن 3 فقرات قبل كده، الاي اي والرياضة ومش عارفة ايه. دلوقتي هخترع معاك فقرة جديدة نتكلم عنها دلوقتي. بنتكلم مثلا عن ولد اسمه يوسف، ويوسف ده يا جماعة سافر شرم الشيخ وقضى اجازته هناك في الصيف وكده، وقابل اجانب وقعد يمارس اللغة معاهم الانجليش، قعد يحاول يجرب يتكلم معاهم، وهم كانوا فريندلي جدا معاه، كانوا طيبين جدا معاه. ولكن في واحد منهم خدعه وسرق منه فلوس. في واحد اجنبي كان حرامي وسرق منه ايه؟ فلوس. اوكي؟ يبقى لو جيت قلت لك what does the author، مين هو الاوثر؟ اللي هو يوسف. او the narrator، ممكن يكتبها كده narrator. مين هو الناريتور؟ اللي هو يوسف. يعني من الاخر لو جبنا كلمه author
او كلمه narrator يبقى ده الشخص اللي كاتب الفقره او الشخص اللي بيحكي لنا الفقره. يبقى يعني هنا بيقول لك اهو I am Yusuf. I am 18 years old. I have traveled recently to Sharm el-Sheikh. I have met a lot of foreigners. أنا مش عارف. تمام؟ يبقى هو كده هو اللي بيتكلم، هو اللي بيحكي لنا قصته، صح؟ يبقى مين هنا الكاتب؟ هو يوسف. يبقى لو جالك كلمة author ما تقلقش، تقول لي ده الأسر ده، هو مش هيبقى جايب لك في الفقرة أنا الأوثر، هيقول لك أنا يوسف. بس لازم تفهم ان يوسف ده هو الكاتب او هو الراوي بتاع الفقره دي، صح؟ يبقى اقدر اقول على يوسف ان هو author او اقدر اقول ان هو narrator. ده صح وده برضو صح، ده صح وده برضو ايه صح. Did you think the author approves؟ نفس الكلام، مين هو الاوثر؟ اللي كاتب الفقره اللي في الحاله بتاعتنا هو مين؟ هو يوسف. What does the author؟ نفس الكلام يوسف. What is the author؟ نفس القصه يوسف. طيب understand the question دي بقى اسئله خاصه بالفهم، الفهم بتاع الفقره. انت فهمت الفقره طلعت منها بحاجه ولا ما فهمتش؟ What does the writer mean by؟ دي للاسف بتبقى اصعب اسئله بالنسبه للطالب البصمجي او الطالب اللي ما عرفش يفهم الفقره كامله. تمام؟ لان هو بيقول لك اسئله فهم، اللي يواجه لك what does the writer mean by؟ ايه قصده بكلمه كذا؟ ولو ان سهل ان انت تستنتجها، ولو ان سهل ان انت ايه بابا تستنتجها. يعني ايه؟ انا هقول لك. بص لو جيت قلت لك بص فقره جديده خالص اهي، نالف مع بعض فقره جديده. لو جيت قلت لك في الفقره مكتوب لك كده يوسف has turned 23 years old. يوسف بقى عنده 23 سنه. He celebrates his birthday. He celebrates his birthday but alone. وجه قال لك what is the meaning of celebrate؟ ايه معنى كلمة celebrate؟ هل انت عارف معنى كلمة celebrate؟ يا عم انت راجل ضعيف لغويا مش عارف معناها ايه celebrate، بس انت قريتها كده يوسف has celebrated his birthday. انا عارف birthday يعني ايه birthday؟ عيد ميلاده. تفتكر يوسف ايه عيد ميلاده؟ يوسف ايه عيد ميلاده؟ اكيد احتفل بعيد ميلاده، صح؟ يبقى لما يجي يقول لك ايه معنى كلمه celebrate؟ had made a party او made a party ولا eat ولا play ولا sleep؟ هي اختياراتها بلاد، بس انا بحاول اديك مثال. تمام؟ طبعا انت هتقول ايه؟ بياكل عيد ميلاد؟ لا اكيد بيحتفل بعيد ميلاد، يبقى made a party. اوكي؟ يبقى خلي بالك لان الحاجات دي بتستنتجها بالمعنى. فانت انا مش بقول لك ان الموضوع هيبقى سهل، بس برضه الموضوع مش مستحيل. يعني انت لو قريت الفقره وجمعت كل حاجه قبل الكلمه وبعد الكلمه اللي هو عايزها تقدر انت تستنتج المعنى الاخير من الكلمه دي. When the writer says not, what is his or her attention؟ لما الكاتب قال كذا ماذا كانت نيته؟ intention يعني ايه؟ نيه. What is the moral؟ يعني moral يعني الفكرة الرئيسية أو الدرس المستفاد. الدرس المستفاد يبقى أنت لازم تحفظ الكلمة دي، لأن لو الكلمة دي جات لك أنت كمان مش هتعرفها. What lesson does this story teach us؟ إيه الدرس اللي القصة دي بتعلمه لنا؟ نفس الكلام يا جماعة. الجمل أو الإكسبريشنز دي يا بابا هدفها ان انت لما تلاقي الاشكال دي على الاقل تبقى فاهم ترجمتها ايه بالعربي. عشان كده الفايل اللي تحت هتلاقيه في اول كومنت وهتلاقي فيه كل الفايل ده تماما علشان تقدر بقى تطبعه وتقدر تذاكر منه. ولو اني بفضل ان حضرتك تحمله وتطبعه عندك عشان ربنا يكرمك ان شاء الله. حاجه كمان الاكسبريشنز دي معظمها انا مجمعها لك من النماذج الاستشهاديه. يعني معظم الاكسبريشنز دي هي اللي جت في الفقرات او في القطع او في الكومبريهنشنز بتاعت النماذج الايه الاستشهاديه. فانا عامل لك ده علشان ابقى قريب من شكل القطعه اللي ان شاء الله هيجي لك. يعني من الاخر يا جماعه، من الاخر باذن الله 80% من اسئله الفقره او اسئله القطعتين اللي انت هتلاقيهم في امتحان اخر السنه هتلاقيهم بنفس النص ده او هتلاقيهم بنفس الطريقه دي او بنفس الكلمات دي بالظبط. بس طبعا ايه هو بقى كل فقره وعلى حسب الموضوع بتاعها، لكن هتلاقيه الاسئله دي عن الموضوع اللي هو هيختاره، بس هتلاقي الاسئله ايه دي. تمام؟ فانت لازم جدا تتمرن عليها او على الاقل تحفظها وتشوف اشكالها. بلس انت ممكن تفتح نموذج استرشادي وتتاكد من كلامي. تمام؟ افتح نموذج استرشادي ودور على الاسئله دي او على وانت بتحل الاسئله بتاعت الفقره هتلاقي بنفس النص ده. تمام؟
اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات تانية، واستنى فيديو خطير جدا 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 ازاي تتعامل مع الايساي، ازاي تكتب ايساي او اللي هو الباراجراف يعني، سواء كان introduction مقدمة او body او conclusion. اشوفكم على خير وبتمنى لكم كل التوفيق يا رب. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وفعل الجرس عشان اول. السلام عليكم.